بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هذا شرحنا الثالث، وهو تكملة لسلسلة احتراف المونتاج باستخدام برنامج وندرشير فيلمورا. درسنا اليوم سيكون عن طريقة تغيير صوت الفيديو. يعني أنا أعجبني فيديو، مثلا هذا الفيديو سأترككم تستمعون إلى صوته. الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة. وكما استمعتم معي، أنا سأبقي على الفيديو كما هو، يعني أريد أن أحتفظ بالفيديو وأغير الصوت الموجود داخل الفيديو بصوت آخر من عندي، وهذا طبعا كله باستخدام برنامج وندرشير فيلمورا. المقطع الثاني سأريكم الآن الصوت الذي أريده أن يكون مكان الصوت الحقيقي للفيديو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كفينا هذا. الآن سنفتح برنامج وندرشير فيلمورا ونبدأ بالخطوات التي قمنا بها من قبل، وهي أول شيء جلبنا للملفات داخل البرنامج باستخدام Importer والضغط على الأولى. بعد ذلك نأتي بالفيديو الذي نريد عمل المونتاج عليه هنا، ونجلب كذلك الصوت الذي نريد أن نستبدله مكان صوت الفيديو. في البداية يجب أن أسحب الفيديو الذي أريد أن أغير صوته إلى مساحة العمل بالضغط على الزائد الموجود هنا. بعد أن ضغطت على الزائد الموجود هنا، أستطيع كذلك سحب الفيديو باستخدام الفأرة هكذا. الآن أسحب الموسيقى أو الصوت الذي أريد أن أجعله مكان الفيديو، ولكن قبل ذلك علينا أن ننزع الصوت من الفيديو، يعني الصوت الأصلي للفيديو. كيف ذلك؟ أول ما تقوم به هو الوقوف فوق الفيديو، تقف فوقه هنا وتضغط على الزر الأيمن للفأرة فيعطيك قائمة. أنت عليك أن تذهب إلى كتم صوت الفيديو الحقيقي. الضغط على الأولى، لا، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة. تضغط على الاختيار التاسع، الاختيار التاسع وهو كتم صوت الفيديو الأصلي. تضغط هكذا. بعد ذلك تستمع إن كان لديك صوت أم لا. كما تشاهدون الآن الفيديو أصبح بلا صوت، وبالتالي علي أن أجلب الصوت الذي أريد استبداله مكان الصوت الأصلي للفيديو. أسحب هذا الصوت أو الملف الصوتي إلى الخانة الرابعة، أو أستطيع الضغط مباشرة على الزائد الموجود هنا. بعد أن سحبت على هذه الخانة، بهذا أكون أنا قد
غيرت الصوت الأصلي للفيديو بصوت أنا أحب أن يكون مكانه. سنضغط على تشغيل ونستمع. الله أكبر الله. إذن الطريقة سهلة، ما عليكم سوى اتباع الخطوات. وبعد ذلك، بعد أن أتممت كتم الصوت للفيديو الأصلي واستبداله بصوت آخر أنا أريد أن يكون مكانه، أقوم بإخراج الفيديو أو إنتاج الفيديو بالطريقة التي أريتها لكم من قبل، وهي إكسبورتي. وبعد ضغطي على إكسبورتي أضغط مباشرة على إكسبورتي الموجودة هنا، ويبدأ عمل المونتاج للفيديو. هذا هو درسنا لهذا اليوم، وهو طريقة تغيير صوت الفيديو الأصلي بصوت من عندي. أتمنى أن ينال الدرس إعجابكم، وتابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله، أو في الدرس القادم بإذن الله. سيكون الدرس متعلقا بكيفية الكتابة باللغة العربية على الفيديو، يعني أنت كيف تكتب عنوان مثل هذا الذي ترونه أمامكم، وكيف تكتب كذلك على الفيديو باللغة العربية، مثلا مثل ما أنا كتبت هنا. هذا سيكون طبعا في الشرح القادم بإذن الله. وما تبقى لي إلا أن أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.